بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. تلك الكلمات الذهبية التي نطق بها أبينا يعقوب أبي الآباء حينما بات في الصحراء هاربا من وجه عيسو، ورأى في حلمه وكأن سلما منصوبا من السماء إلى الأرض وملائكة الله نازلين وصاعدين عليه، وتراءى الله له وشعر بوجوده فيه، فصرخ قائلا: ما أرهب هذا المكان. نحن الآن في مكان يتبع دير الأنبا بخوميوس الشايب بالأقصر، واللي ما عندوش فكرة عن دير الشايب، دير الشايب في الأقصر هو أحد أديرة الأنبا بخوميوس أب الشركة التي أنشأها في حياته. زي ما انتم عارفين الأنبا بخوميوس في حياته أنشأ 10 أديرة، اندثر البعض منها وباقي منها البعض الآخر. من الأديرة الباقية اللي ما اندثرتش ديرين على اسمه لسه لغاية دلوقتي باسم الأنبا بخوميوس، اللي هو دير الأنبا بخوميوس في حجر إدفو، ودير الأنبا بخوميوس الشايب اللي هو في الأقصر، وده دير يبعد عن الأقصر في حوالي 5 كيلو. المكان اللي بنزوره النهارده يتبع دير الأنبا بخوميوس الشايب بالأقصر، ويقع جغرافيا على طريق العلمين، اللي هو الطريق الواصل بين طريق مصر اسكندرية الصحراوي ومدينة العلمين. زي ما احنا عارفين ان الرهبنة لها 3 مبادئ او 3 نذور: الطاعة، الفقر الاختياري، العفة. ولا بد للرهبنة ان يكون لها مناخ معين حتى يتسنى للراهب النمو في حياته الروحية وحياته الرهبانية. وأحد أهم دعائم هذا المناخ هو الهدوء، أو ما يسمى في الكتب الرهبانية بمصطلح السكون. طبعا دير الأنبا بخوميوس في الأقصر الدير الأصلي يتمتع بالسكون والهدوء، ولكن ليس بنسبة عالية نظرا لموقعه الجغرافي وقربه من المدينة ومحاط بقرى من جميع الجهات وموقعه على الطريق. فالهدوء والسكون في الدير الأصلي في الأقصر مش بنسبة كبيرة، ومن هنا دعت الحاجة إلى أخذ هذا المكان بحيث يتوفر فيه هذه النقطة. فالمكان هنا بيجيله الرهبان من الأقصر يقضوا خلوات على فترات متناوبة، يتمتعوا بالهدوء والسكون بعيدا عن صخب المدينة في الأقصر، وكمان يبقى لهم فرصة للتمشية. التمشية دي تكاد تكون الرياضة الجسدية الوحيدة اللي يقدر يقوم بها الرهبان، والتمشية مهمة جدا للراهب جسديا ونفسيا وروحيا، لأن الراهب هو بيتمشى بيصلي المزامير أو بيصلي صلاة يسوع أو أي أنواع أخرى من الصلوات، وبيكون التمشية فرصة للتأمل. والنقطة دي برضو بيتيحها هنا هذا المكان الهادي الجميل. كمان العمل جزء مهم جدا من قانون الراهب. الراهب لابد أن يعمل أولا من أجل قضاء طلباته ومصاريفه، مصاريف الدير، لأن ما يصحش أن الراهب يكون عالة على المجتمع، لازم يشتغل. كمان ده العمل جزء من قانون الراهب، مش لكسب المال فقط يعني أو للمصاريف. حتى لو الدير موفر المصاريف بأي طريقة أخرى برضه لازم الراهب يشتغل، لأن العمل جزء من القانون الروحي
للراهب. فطبعا فرصة هنا الرهبان بيشتغلوا في استصلاح الأرض الصحراوية وزراعة بعض المحاصيل الهامة للدير، وما يزيد منها ممكن يتصرفوا فيه لخدمة الآخرين خارج الدير. فاستطاع الآباء إنشاء مزرعة في هذا المكان. مكان هادي جميل، كل اللي بيجي فيه بيشعر براحة نفسية وروحية. يحتوي على كنائس لصلاة الآباء الرهبان، كنيسة الشهيد أوسفين والشهيد كلاديوس، كنيسة الأنبا بخوميوس وتلميذه تدرس، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والشهيد مينا عبود. كنائس روحانية جميلة بسيطة، وسكنات للرهبان اللي هي الألالي، ومائدة لأكل الرهبان، ومضيافة لاستقبال الزائرين، وكانتين ومكتبة وخلافه لتلبية حاجات واحتياجات الزائرين المكان. مكان فيه روح ربنا. أنا عن نفسي لما باجي هنا وبمجرد ما باجي بيجي في ذهن على طول الآية اللي بدأت بيها حديثي: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. نشكر ربنا على المكان دوا، إن هو منتفس للآباء الرهبان في الأقصر. بييجوا على فترات يقضوا فترة خلوة بعيدا عن الضوضاء، في هدوء وفي فترة عمل وفي تمشية. قد تكون هذه الأشياء مش متاحة بالشيء الكافي في الأقصر، وربنا يبارك هذا العمل لمجد اسمه القدوس، بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم، والقديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة، ولإلهنا المجد دائم إلى الأبد آمين. من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مهد الرهبنة في العالم كله كان في مصر، فالرهبنة القبطية هي التي أسسها القديس أنطونيوس أب الرهبان، والذي ولد سنة 251 ميلادية، وانتشرت من مصر إلى العالم كله. وأيضا مهد الأديرة في العالم كله كان ينسب للقديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة، اللي اتولد بعد القديس أنبا أنطونيوس تقريبا ب30 سنة، سنة 292 ميلادية. والقديس أنطونيوس كانت رهبنته هي رهبنة التوحد والمغائر والزي، ولكن القديس أنطونيوس لم ينشئ نظاما ديريا، وطبعا ده الذي أسسه القديس العظيم الأنبا بخوميوس. كما أسس القديس الأنبا بخوميوس أب الشركة النظام الرهباني للبنات العذارى، لأنه قبل القديس بخوميوس لم توجد أديرة راهبات ولم يتم تكريس راهبات، فكل راهبات العالم ينسبوا في رهبنتهم للقديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة، الذي رهبن أول راهبة وهي أخته بعد اعتناقها المسيحية طبعا وإيمانها، وأنشأ لها ديرا الذي ضم 300 راهبة من العذارى الحاكمات. ومعروف عن الأديرة وعن الرهبنة أنه كان في وقت من الأوقات عدد الرهبان أكثر من عدد الناس اللي عايشين في مصر، زي ما ذكر المقريزي في مخطوطاته. وكان في غرب الإسكندرية فقط 360 دير، وكان زيهم في أسيوط، يعني كان في محافظتين فقط أكثر من 700 دير. وكل هذه الأديرة كانت طبقا للنظام الذي أسسه القديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة.
وللقديس الأنبا بخوميوس أب الشركة ديرين باسمه، دير في إدفو أسوان، ويتبعه ديرا آخر في الخطاطبة باسم القديس أيضا بخوميوس. أما هنا في طريق العالمين بدأ هذا المكان كمزرعة في عهد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الشايب بالأقصر. وابتدى بعض الآباء الرهبان، وكان منشئ لهذا المكان اللي بدأ فيه هو أبونا الراهب القمص حسقيال الشايب، وكان ليه دور كبير وتعب في عمار هذا المكان، سواء في إنشاء الأسوار أو في إنشاء الكنائس الموجودة لصلوات الآباء المقيمين، سواء في التسبحة أو في القداسات. وفي عهد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أقلاديوس، أسقف ورئيس دير الشايب، اهتم بالآباء الرهبان الموجودين، واهتم بحياتهم الروحية، سواء من جهة إقامة التسبحة، إقامة الغروب، إقامة الصلوات والقداسات. اهتم بحياتهم الروحية لكي تتناسب مع الدير الأساسي وهو دير الشايب بالأقصر. وأول كنيسة أنشئت هي كنيسة القديس الشهيد أبو سفين والشهيد أقلاديوس، وهي مذبح واحد وكنيسة صغيرة فيها مجموعة من رفات الشهداء والقديسين وجواهر ثمينة جدا. وأيضا يوجد معمودية صغيرة لمعمودية الأطفال.
وفي كنيسة تانية اللي احنا فيها دلوقتي، وهي كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس والقديس الشهيد أبونا مينا عبود، على أساس أنه الشهداء الأوائل في القرون الأولى، وأيضا الشهداء الذين استشهدوا في القرون الحديثة، لأنه في جزء طبعا من رفات أبونا مينا عبود، وفي جزء أيضا من رفات الشهيد العظيم ماري جرجس، وفي جواهر كثيرة زي ما أنتم شايفين من رفات الشهداء والقديسين والقديسات والشهيدات. تمتاز كنيسة ماري جرجس وأبونا مينا عبود القبة الواحدة، ما فيهاش أي عمدان في الوسط، وأيضا تمتاز بالصلبان والنقوشات اللي واضحة في الحيطان، وأيضا سواء في حجاب الهيكل أو سواء داخل المذبح أو في القبة خارجا وداخلا أيضا. وطبعا أنا تلمست مع أبونا مينا عبود، وكان في تواصل شخصي بيني ما بينه. لمست فيه الطيبة والمحبة ومحبته لألحان الكنيسة، وطبعا كان له خدمة كبيرة في الكنيسة في خدمة الألحان وأيضا في أسقفية الشباب، وكان محبوبا من الله ومن الجميع. ويوجد أيضا كنيسة الثالثة وهي تحت الإنشاء باسم القديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة، وفيها 5 مذابح. فيها مذبح باسم السيدة العذراء والملاك ميخائيل، ومذبح باسم ماريمينا والبابا كرولوس، ومذبح باسم أيضا الأنبا كراس، ومذبح باسم ماكسيموس ودوماديوس. وهي كنيسة تحت الإنشاء، وأيضا تمتاز بنفس القبة الواحدة، وفي أيضا 4 قباب لأن هي على شكل قارورة الطيب. كنيسة ماري جرجس على شكل دايرة، لكن كنيسة الأنبا بخوميوس على شكل قارورة الطيب، في 4 قباب صغيرين في ال4 زوايا، وفي النص القبة الكبيرة، وفيها أيضا منارة هيكون عليها صليب، وأيضا 4 صلبان في ال4 قباب الصغار. يوجد أيضا أماكن خدمية للزوار، سواء من جهة ضيافة الزوار والمجمع المطبخ يعني اللي في الدير، وفي مائدة كبيرة تسع لمجموعة كبيرة من الزوار، وأيضا موجود في المكان بيت خلوة للشباب أو سواء للآباء الكهنة اللي بيجوا وأحباء الدير. وأيضا يوجد في المكان مكتبة، يوجد في المكان كانتين، وقاعة لاستقبال الزوار. وكان تعب كبير أيضا لأبونا الراهب القس إيليا الشايب، وكان أمين للمكان. وأيضا تعب أبونا استيفانوس الشايب، وحاليا أبونا دوماديوس الشايب، وهو
أمين الدير. نياحة القديس الأنبا بخوميوس سنة 348 ميلادية، بينما تنيح القديس الأنبا أنطونيوس بعده ب8 سنين سنة 356 ميلادية. فانتشرت الأديرة والرهبنة وحياة الشركة عن طريق القديس العظيم الأنبا بخوميوس. حصل ظهورات في هذا المكان في بداية أعماره، وكان كثير من العمال بيقولوا لنا أنه كانوا بيشوفوا راجل عجوز بالليل، طبعا ما كانش فيه إضاءة ولا حاجة، راجل منور وله دقن طويلة بنفس الهيئة بتاعت القديس بخوميوس، وكانوا بيشوفوه سواء حوالين السور بيتمشى، وده كان بيتكرر كذا مرة. وأيضا من ضمن البركات طبعا في معجزات كتير، من ضمنها معجزة لأحد الدكاترة وهو مقيم في إحدى دول الخليج، وقال لي يا ابونا أنا كان بنتي عندها عملية كبيرة خالص في النخاع الشوكي، وطلبت شفاعة القديس الأنبا بخوميوس، وكان له علاقة بالدير الشايب، وطلب شفاعته، وفعلا الدكاترة كانوا قايلين له انه نجاح العملية قليل جدا، ونسبة النجاح 1 2% 3%، فاضطر يعمل العملية طبعا. ونشكر ربنا بشفاعة القديس الأنبا بخوم طمنه وظهر له. حصلت معجزة عظيمة انه البنت كويسة جدا وحالتها تحسنت بطريقة معجزية، وكل ده بصلوات وشفاعة القديس العظيم الأنبا بخوم أب الشركة.